مرحبا بكم متتبعي الكرام. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد الطويجين بالشيفرون والبيض. كيجي رائع ولذيذ، كنتمنى كاملين تجربوه. كيجي فعلا واحد الوصفه اللي لذيذه وبدون لحوم. وكنتمنى اللي اول مره كيشوف القناه ديالي كنتمنى يشترك ويفعل زر الجرس، هكذا غادي يوصلكم دائما جديد الفيديوهات ديالي ولا الاشعارات بالفيديوهات اللي كنزل على القناه ديالي. كيف ما كيبان لكم غادي نحتاج واحد الحبه ديال الشيفرون ولا القرنبيط ولا كل واحد كيفاش كيسميه. غادي نحاولوا نقيوه وغادي نقطعوه هكذا كيكون وريضات. غادي ناخذوا واحد الكاسرول وغادي نديروا فيها الماء، غادي نوضعوا فيها واحد شويه ديال الملح، غادي نوضعوا واحد شويه ديال الثوم، غادي نوضعوا حبه ديال الليمون الحامض ولا واحد شويه ديال الليمون الحامض، وغادي نوضعوا الشيفرون ديالنا. غادي نغطيو عليه وغادي نخليو على نار مهيله حتى غادي يتسلق لينا. من بعد ما كيتسلق الشيفرون ديالنا كيف ما كيبان لكم كيطرى، غادي نصفوه من الماء. وبالنسبه للمكونات الاخرين اللي غادي نحتاجو في هذا الطاجين، غادي نحتاجو هنايا كيف ما كيبان لكم كل المكونات اللي غادي تكون بسيطه ومتوفره عندنا. غادي نحتاجو واحد الحبه كبيره ديال البصل اللي غادي تكون مفرومه رقيق، غادي نحتاجو جوج حبات ديال الطماطم اللي غادي تكون مقطعه رقيق، وغادي نحتاجو شويه ديال الثوم، شويه ديال القزبر ومعدنوس، غادي نحتاجو 4 الحبات ديال البيض، غادي نحتاجو كمون، كركم ولا خرقوم، ملح، شويه ديال السكنجبير، شويه ديال البزار، شويه ديال البابريكا ولا الفلفله حمراء. وهنايا غادي نحتاجو الشيفرون اللي سلقنا من قبل من بعد ما صفيناه من الماء. وهنايا دوك الفصوص ديال الثوم اللي سلقنا معاه. اول حاجه غادي نديروها غادي ناخذوا واحد طاجين، ممكن ايضا تستبدلوه باي طنجره بغيتو. غادي نوضعوا زيت الزيتون، غادي نديروا فيها شويه ديال الملح، شويه ديال الثوم، غادي نوضعوا البصل ديالنا كيف ما قلت لكم ضروري ومؤكد انه يكون مقطع رقيق. غادي نغطيو على داك البصل حتى غادي يتقلى لينا شويه. غادي نوضعوا مع داك الثوم اللي سلقنا مع الشيفرون. من بعد ما تقلى لينا البصل غادي نوضعوا شويه ديال التوابل، غادي نوضعوا البزار، الكمون، سكنجبير، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال البابريكا، وغادي نحتفظوا بواحد شويه. غادي نوضعوا شويه ديال القزبر ومعدنوس اللي غادي يكونوا مفرومين. ومن بعد غادي نوضعوا دوك الحبات ديال القرنبيط ولا دوك الوريضات ديال القرنبيط ولا الشيفرون اللي درنا من قبل. غادي نغطيو عليهم شويه ومن بعد غادي نقلبوهم في ديك التشرميله اللي درنا. وغادي نوضع عليه واحد شويه ديال الطماطم، غادي نوضع الفلفل الحار اختياري، وغادي نغطيو على الطاجين ديالنا واحد شويه. من بعد ما غادي نحسوا بدوك الطماطم طابت وبدوك التوابل اللي درنا من قبل، غادي نبداو كنديروا البيض. اي كميه كانت بغيتوها ولا محتاجينها. انا هنايا درت 4 ديال البيضات. هاد الطويجين كيجي لذيذ وكيف ما قلت لكم بدون اللحوم. غادي نوضعوا عليه واحد شويه ديال البقدونس من الفوق ولا المعدنوس.
غادي نوضعوا رشه خفيفه ديال البابريكا ورشه خفيفه ديال الكمون. غادي نغطيو عليه واحد 5 دقائق، ومن بعد هذا هو الشكل النهائي ديال الطويجين ديالنا. كيف ما كيبان لكم كيجي لذيذ راقي وفي نفس الوقت صحي، خصوصا الناس اللي ما كيبغيوش بزاف ديال اللحوم. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون راقتكم وعجبتكم، والا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه كنتمنى تشتركوا وتفعلوا زر الجرس، هكذا غادي يوصلكم دائما جديد الفيديوهات ديالي. وكنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون راقتكم، وبارطاجيوها مع الاصدقاء والاحباب ديالكم اللي عرفتوهم ما كيبغيوش بزاف ديال اللحوم وكيبغيو هاد الوصفات. وصلت معكم نهايه الفيديو، تنتمنى نلقاكم بخير وعلى خير في وصفات مقبله واطباق مقبله، وانتظروا دائما الجديد ديالي، وبسلام في وصفه اخرى ان شاء الله.